ازاي يبقى عندك فن التجاهل واللامبالاه؟ ازاي تزودي من مكانتك ويبقى عندك برود ومفيش حاجه تعصبك؟ ازاي تبقي قويه؟ تعالي معايا في الفيديو ده وانا هخليكي بارده ومفيش حاجه تهمك وهقويلك شخصيتك. ما تنسوش I don't have time. رقم 1، ما تهتميش برأي الناس. آراء الناس دي تاخديها كده وترميها في الباسكت. طيب ليه يا امان؟ رأي الناس يبقى مش مهم بالنسبة لك. البني آدمة أو البني آدم اللي بيفضل يقول الناس هتقول، الناس هتشوفني، الناس هتعيد، ده بيفشل وبيقضي حياته كلها قصاد الناس اللي هي أصلا الناس مش قاعدة قصاده. دلوقتي احنا في زمن كل واحد عايز حاجة بيعملها، مفيش حد بيعتمد حد، محدش فاضي يبص على حد، واللي فاضي ده بيعمل قاضي، واحنا اي دونت هاف تايم للعالم اللي زي دي. فرقم 1، آراء الناس دي يا يعلقوها في الريسبشن عندهم في البرواز كده، يا اما تاخديها وترميها في الزباله. لو انت عايزه تنجحي وتعملي لنفسك شخصيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين. انا كده كده ليا شخصيتي ومش هعمل غير اللي انا عايزاه. رقم 2، ما تديش حد اكبر من حجمه. مثال بسيط، لما بتجيبي البالونه وتقعدي تنفخي فيها، مش لو نفختي زياده عن اللزوم بتطرشق في وشك، انت كده بتعملي مع الناس. لما تجيبي واحد هلهول ما يسواش 3 جنيه وتقعدي تنفخي فيه انت وانت 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 وانت، هيجي الوقت اللي هيطرشق في وشك زي البالونه عشان انت اللي نفختي. فاللي هتنفخيه زياده عن اللزوم هيطرشق في وشك انت، فملهاش اي 30 لازمه ان تخلي حد يترسم عليكي. بلاش خالص تدوري على رضا الناس، وتسعي كده في ان انت ترضي الناس، وتسعي في ان انت تقدمي كل حاجه للناس، وتبقي ما يعني ايه مصدره نفسك طول حياتك لارضاء الجميعين. كان معايا واحده صاحبتي دايما بتقولي يا امان انت شمعه بتحترق من اجل الاخرين. بلاش. واتضح ان كلامها صح، وكان ده درس من الدروس اللي انا اتعلمتها بسبب المحتوى ده. بلاش تكوني الشمعه اللي تحترق من اجل الاخرين، ما يولعوا ويتحرقوا ويغوروا في داهيه. رضا الناس ده اخر حاجه، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش. احنا ما عندناش وقت للكلام ده عشان تبقي فاهمه. احنا الواحد عندنا عاجبك مش عاجبك شوف حيطه واخبط راسك فيها. بس في الاول وفي الاخر انا هعاملك بما يرضي الله، ومش عشانك، عشان ربنا. رضا الناس ما يكونش في الدايره بتاعتك اصلا، ولا كانك مهتمه بموضوع زي ده. عيشي وانجحي عشانك، عيشي لنفسك. لو انت عايزه تبقي ست قويه، ست متجاهله، ست عندها لا مبالاه، ست ليها مكانه، عيشي لنفسك ولنجاحك. ركزي على الخطه اللي حاطاها لنفسك. اللي يتكلم واللي يعوقك، هيقابلك طوب دوسي عليه، هيقابلك ناس ترجعك، ناس توقعك، كل ده اعملوا زي ما انتوا عايزين. انا في طريقي ما عادش هيوقفني. عيشي لنفسك واثقي في نفسك وما